عمرو مصطفى الملحن الكبير بيرد على احد اللي ردوا على الصفحه بتاعته، وهو بيقول احسن حاجه خالد تاج الدين عملها انه ما كتبش على الجمل اللحنيه بتاعت سينيو اغنيه اول ما اقول. بحب جدا اسمع منك جمله لا 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 لا. هي الجمله اللي هي بتتقال كده في اغنيه اول ما اقول لعمرو مصطفى، ويقصد ان خالد تاج الدين كتب الاغنيه كلها، لكن في جمل معينه هو الاول بيبقى لحن وبيضاف عليه كلمات. كان ممكن لا 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 دي يحط بدلها كلام، بس هو سابها زي ما هي، زي ما عمرو مصطفى لحنها. بيرد عمرو مصطفى رد ناري جدا كالعادة، طبعا آراء كلها صواريخ. الرد بتاعه على الأستاذ معاذ عاطف قال له ايه بقى؟ حتى كلام أول ما أقول، أغنية أول ما أقول طلع متاخد من أغنية قديمة لمؤدي كده مش فاكر اسمه. مؤدي دي حاجة زي مطرب، بس ان هي بتقالش على الأصوات القوية، أو بتقال على يا دوبك بيأدي اللحن أو الأغنية أغنية قديمة لمؤدي كده مش فاكر اسمه، بس اتعلمت خلاص مفيش مجاملات مع أنصاف المواهب تاني. طبعا خالد تاج من أصدقاء عمرو مصطفى القدام جدا، ما تفهمش الكلام ده كان حقيقي ولا بهزار ولا وقت زعل، لأن عمرو مصطفى قبل كده قال زمان إن خالد تاج الشاعر الكبير هو اللي اكتشف عمرو مصطفى. هو حتى أول واحد قابله في المدرج بتاع الكلية، كلية حقوق، وقال له صوتك حلو. اللي كان بيغني كده بالجيتار لوحده، فنادى عليه قال له يا كابتن صوتك حلو. القصه دي اتسمعت مثلا من خالد تاج واتسمعت من عمرو مصطفى، كانوا حكوها كل واحد حكاها في برنامج شكل وكده. الكلام اللي محسن جابر قال لا الكلام ده مش حقيقي، اللي اكتشف عمرو مصطفى هو محسن جابر نفسه وفي نفس الوقت بنلاقي عمرو مصطفى يرجع تاني ويقول اللي اكتشفه عامر منيب. برضو الموضوع ده تايه شويه، لحد ما بنكتشف برضو ان عمرو مصطفى ليه اغاني قبل الاغاني اللي عملها مع عمرو دياب. في ناس بتقول ان هو اكتشف، حتى عمرو دياب نفسه قال في حفله قبل كده هما بيقولوا ان انا اللي اكتشفت، بس انا ما اكتشفش ولا حاجه. بقدم لكم الملحن عمرو مصطفى وكده. فطبعا معنى الكلام ضمنيا ان هو اللي مكتشف برضو، ولكن اكتشفنا ان في اغاني قبل اغاني عمرو دياب، اللي هي اغنيه خليك فاكرني، كان عمرو مصطفى نزلها في ألبوم قبلها، وهم اغنيتين يمكن ما حققوش النجاح الكبير، بس كان في قبلها قبل اغنيه خليك فاكرني الحان تانية. هنا ما تفهمش بقى، هل عمرو مصطفى يقصد خالد تاج الدين بانصاف المواهب؟ واكيد لحظه غضب، لان هم اشتغلوا مع بعض كتير، وخالد تاج الدين من الشعراء الجامدين جدا. بس هنا الاغنيه بتاعت اول ما اقول دي اللي قال انها متاخده من اغنيه قديمه لمؤدي كده مش فاكر مين. طب مين هو المؤدي بقى اللي هو مش فاكر مين؟ هو اكيد يقصد عمرو دياب. ليه؟ لان اغنيه اول ما اقول دي لعمرو مصطفى، اول ما اقول يا حبيبي واخر ما اقول يا حبيبي كلمه بكل الكلام اللي بيغنيه عمرو مصطفى، هي شبه اغنيه لعمرو دياب قديمه اسمها اول ما اقول الله الله الله. اكيد عارفينها. اخر ما اقول الله 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 الحسن رباني زيك مفيش تاني زيك وفين الاه الله الله الله. دي كانت اغنيه، ويمكن في اغاني تانية بنفس الكلمات. ما برضه خلينا حسن النيه وما نقولش بالتاكيد ان عمرو مصطفى يقصد عمرو دياب، ممكن يبقى قاصد حد تاني، مفيش مشكله. نسيب الباب مفتوح طبعا طالما هو ما حددش اسم تحديدا. بس الوحيد اللي كان ليه اغنيه على حسب علمي لحد دلوقتي بمعنى بنفس الكلام بنفس المطلع، اول ما اقول يا الله 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 واخر ما اقول الله الله الله، واغنيه عمرو مصطفى اول ما اقول يا حبيبي واخر ما اقول يا حبيبي كلمه بكل الكلام. بصراحه انا اكتشفت ان هم بالظبط شبه بعض في المطلع بتاعهم، او في الدخول زي ما بيسموه من عمرو مصطفى بالتعليق ده. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس ودوس لايك وشير، وانتظرنا في الحلقه الجايه.